كان عندي امتحانات وشفت خلطتك كلها، عايز الخلطه دي. شفت خلطاتي كلها وجمعت لك خلطه فجيت تاخدها، صح؟ ده معظم الزبائن الايام دي. انا اخليكم صناعيه، بس تعالى بقى نعمل الخلطه دي مع بعض وهنعدل حاجه بسيطه بس. يعني هنشيل مثلا ايه الهند الارابيكا ده ونحط لك حبش عشان ما يبقاش تقيل قوي عليك. يلا. فهمان طالب 100 جرام من البن الاندونيسي، هيظبط له الوش، كافيينه عالي، نوع من انواع الروبستا برضو اللي نسبه الكافيين فيها عاليه قوي. طالب 75 جرام من البن البرازيلي، حلو قوي البرازيلي، خفيف بيدي كريمه حلوه جدا. طالب ايه 50 جرام من البن الهند الارابيكا. انا هنا هشيل الهند الارابيكا عشان ما يبقاش تقيل عليه قوي، برضو شاب لسه صغنون وبيذاكر وبتاع، فهشيل له الهند الارابيكا عشان ما يبقاش تقيل ودسم عليه، واحط له 50 جرام من البن الحبشي، هيخلي ريحه القهوه حلوه جدا. واحد في الشعب المصري كله ما بيحبش القهوه بوش، فنحط لها 25 جرام من ملك الوش هو البن الفيتنامي، وبرده نسبه الكافيين عاليه فيه. تعال نحوج الربع كيلو ده، 10 جرام من الحبهان، شويه ورد خفاف بيخلوا ريحه القهوه حلوه، واحده من جوزة الطيب، وبعدين من الجينسنج طبعا عشان بيذاكر لازم الجينسنج يا جماعه. بتذاكر عندك جيم اي حاجه عايز تديك طاقه وباور خد جينسنج. شويه قرنفل برده بيدوا القهوه ريحه حلوه. نزل الكلام ده كله، قلب الكلام ده كله وانزل بيه في مطحنتك، وانا علاء فوده وكل يوم بعمل لك خلطه قهوه.